اكسلانس، اجيب الاكسنت الار بي ولا جيل الاميجراند ولا اشتري اريو 6 جي تي الجديده؟ تعالى يا حبيب قلب الاكسلانس، خد المقارنه السريعه دي وانت نقي واختار. مبدئيا الثلاثه تجميع محلي، الار بي بتنزل باربع فئات وبسعر بيبدا من 730 ل 900 الف جنيه، والاميجراند بتنزل بفئتين وبسعر بيبدا من 840 ل 940 الف جنيه، والاريزو 6 بتنزل برضه بفئتين وبسعر بيبدا من 840 ل 900 الف جنيه. الار بي بتنزل بموتور 1604 سلندر تنفس طبيعي 125 حصان و156 نيوتن متر عزم دوران، والاميجراند بتنزل بموتور 1504 سلندر تنفس طبيعي 120 حصان و152 نيوتن متر عزم دوران، والاريزو 6 بتنزل بموتور 1504 سلندر تربو 145 حصان و210 نيوتن متر عزم دوران. الار بي بتنزل بجيري بوكس اوتوماتيك 4 نقلات عادي، والاميجراند 6 نقلات عادي، والاريزو 6 نقلات دول كلاتش ويت مع متوسط استهلاك بنزين 6.9 و6.4 و6.9، والثلاثه بينزلوا بعفشه خلفيه قابل تورشين بيم. ونفصص بقى الموضوع شويه، حته الاداء الاريزو 6 رقم 1 والاميجراند رقم 2 والار بي رقم 3. واحد يجي يقول لك يا باشا ما الار بي 125 حصان والاميجراند 120 حصان، بس الاميجراند 6 نقلات والار بي 4 نقلات. حته الاوبشن والكماليات هنعتبر الار بي بره المنافسه، عشان عندك الاميجراند والاريزو 6 مردومين اوبشن وكماليات، عشان الحته دي مميزه شويه في العربيات الصيني. عندك تكلفه قطع الغيار والصيانات، فالاميجراند والاريو 6 هيعتبروا الاغلى عشان دي عربيات لسه نازله جديد في السوق وقطع الغيار مش متوفره قوي، انما الاكسنت الار بي عربيه موجوده بقى لها فتره وقطع غيارها منتشره، فهتلاقيها ارخص في قطع الغيار وارخص في الصيانات. وفي حته الاعتماديه واعاده البيع فده رايح وش للاكسنت الار بي، وكل ده بناء على وجهه نظر الشخصيه البسيطه المتواضعه اللي قد تتفق او تختلف معاها. سلام.